السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك في قناة سيفل سينا. والسؤال اتسأل كتير جدا، هندسة هو ايه الفرق بين عمل لوحات الشوب دروينج باستخدام الاوتوكاد والاوتو ريبار والاي اس دي؟ هو الفروقات كتير، ولكن خلينا احنا النهارده هنتكلم بس عن حاجه واحده، عن الكانه. هنتكلم عن الكانه واقول لك الفرق في الكانه بتتعمل ازاي. بص يا هندسه، لو جينا كده نبص على اللوحه بتاعه قطاعات الاعمده، وجيت تبص كده على العمود ده، مثلا ده عمود شمعه 25 في 25. لو حضرتك بترسم او بتفرد الحديد ده بالكاد، فهتعمل ايه؟ هتروح جاي كده بامر ريكتانجل، تمام، تحدد نقطة وتروح جاي كاتب مثلا هنا دايمنشن، ادي عندي 25 وادي عندي 25، راح جاي رسم لك ايه؟ رسم لك العمود، تمام. هاخد منه كوبي بس وهقول لك ليه كمان شوية. جميل. بعد كده هتيجي حضرتك تعمل ايه؟ هتروح جاي عامل له اوفست، صح ولا مش صح؟ عشان ترسم الكانة هتعمل له اوفست على بعد الكانة اللي هو مثلا 25 سم من الاتجاهين، تمام. وبعد كده تبتدي ترسم ايه؟ هترسم الكانه بتاعتك عن طريق مثلا امر بولي لاين. هتيجي من هنا هندسه اهو، انا عمال ارسم الكانه تمام بالشكل ده، واجي هنا اروح جاي طبعا ايه؟ افك القرص عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل الاف، واروح جاي عامل الاف اهو، واجي الاف الناحيه الثانيه بنفس الفكره ايه اهو، واروح جاي راسم الكانه واخد ايه؟ الكانه دي بره عشان افردها، صح كده؟ خدها موف بره عشان احط عليها مقاسات قصه، تمام. لا، جينا بعد كده اداه الاوتو ريبار قالت لك ايه؟ قالت لك لا، انا عندي ان انا اقدر ارسم لك الكانه دي بسهوله جدا. ازاي؟ ان انت هتيجي ببساطه كده عند علامه الكانه هنا عند اداه الاوتو ريبار، ده كده خط الاوتو ريبار، تمام. هتضغط على الكانه، الراجل هيسالك كام سؤال، هيقول لك دلوقتي الدايمتر كام؟ الكانه دي قطر كام؟ قطر 10. ماشي يا سيدي. الكانه دي لا، دي قطر 8. تروح حضرتك كاتب 8 بالملي، تمام، وتدوس انتر. هيقول لك الكفر كام او الكورنر كفر، اللي هو الكفر عندك كام؟ 25، ده بالملي، هتكتب 25. هيقول لك بس حدد لي ايه؟ الكورنر. مجرد ما تضغط له هنا بص، واجي الكورنر ده والكورنر ده، بص عمل ايه؟ الراجل رسم لك الكانه. هتقول لي طب ايه الكلام الكبير ده وبتاع؟ لا، ده سهل، انت ممكن ايه؟ تعدله، تمام. تخلي مثلا السكيل بتاعك كام؟ 25. هتبص تلاقي برضو ايه؟ كتب لك الحاجه ورسم لك الرسمه ببساطه اهو، متفرده وسهله جدا، ممكن تاخدها كوبي بره تشتغل عليها، بقت العمليه بسيطه. طب جينا بعد كده على برنامج الاي اس دي، الراجل سهل عليك الدنيا برضو بمنتهى البساطه. قال لك انت لو عايز ترسم كانه، هتيجي هنا حضرتك هتروح جاي معلم علامه الكانه، تمام. هيفتح لك جدول كده، قول لي الكانه قطرها كام؟ هتقول له قطرها 8، الكفر 25، طبعا ده حديد املس فتكتب هنا ار، تمام. والزاويه بتاعت الكانه على 135 و135. ده كمان بيقول لك ان انت عايز طول الزاويه بتاعت الكانه كام؟ هنخليها مثلا 8 سم في الاتجاهين، في التنفيذ بناخدها كام؟ 10 سم، اللي هو افر الكانه يعني هندسه. وتيجي هنا عند الدايجونال وتروح جاي ايه؟ مختار من هنا لهنا، هتبص هتلاقي برضو رسم لك الكانه بمنتهى البساطه. وعشان تفردها تيجي هنا هندسه من خلال امر سيمبل بالشكل ده كده اهو، تروح جاي دايس هنا وتروح جاي مفرد الكانه، هتلاقيها ايه؟ اتفردت. وادي الديسكريبشن هتلاقيه مكتوب ايه؟ مكتوب تحتها ان هم 30 كانه فاي 8 وطول الكانه قد كده. طب لو لقيت الكلام ده كده كبير شويه، ممكن تبقى تعدله، احنا كنا المفروض نعدله من الاول بس مفيش مشكله. تيجي هنا عند الديتيلز وتروح جاي مخلي السايز بتاعك مثلا ايه؟ 1.25 مثلا. هتبص تلاقي ايه؟ الكلام اتكتب اهو واتفردت الكانه دي حاجه. طب لو انا عايز اكتب بقى البار مارك عليها، لو عند اداه الاوتو ريبار فسهله، هتروح جاي من هنا عند المارك وتروح جاي عامل ايه؟ عامل المارك بتاعك اهو، تمام. لقيت المارك كبير شويه، سهل برضو انك تعدله. كل ده احنا بنعدله في خصائص من الاول خالص، من البرنامج الاول خالص اهو، تمام. طب وتيجي هنا ادي البار مارك اهي ايه؟ محطوط عليها. تعال بقى لو انت عايز ترسم كانه بالشكل ده، كانه ايه؟ كانه اوتوماتيك. طب الكانه الاوتوماتيك دي هندسه عشان ارسمها انا لو بالكاد هرسمها ازاي؟ بص هندسه، هتروح جاي حضرتك كده، هتيجي بولي لاين من غير سكيل بقى هندسه، وتيجي بالكانه وتروح جاي واخد ايه؟ العرض ده، وتيجي هنا مثلا كانت قول 3 بيوت، فتيجي هنا عند التلت اهو وتيجي كده، انت بتفرد الكان اهو، وتيجي كده وتيجي كده وتروح جاي ايه؟ جاي هنا وقافل. وما تنساش لما تقفل تقفل بايه؟ تقفل بقفرين، صح؟ هتعمل قفل اهو، وادي القفل التاني بتاع الكان اهو،
جميل يا هندسه. ده كده لو انت شغال هنا. طب لو جيت بقى تشتغل على اداه الاوتو ريبار، لا مش اداه الاوتو ريبار مش هترسم معاك كان اوتوماتيك، مش هينفع ترسم كان اوتوماتيك. فلازم تعمل ايه؟ لازم هتروح جاي راسمها بولي لاين زي ما انا راسمها كده، وفي الاخر تشتغل عليها عن طريق اداه الاوتو ريبار انك تحولها لريبار. ازاي بقى بيتم الكلام ده؟ الاول لازم كل الخطوط دي تبقى متصله، تبقى جوين بالشكل ده، وتيجي بعد كده هندسه تاخد من الرسمه دي كده كوبي هنا، وتيجي من عن طريق اداه الاوتو ريبار تروح جاي عامل هنا اسمها ايه اهي، اسمها بي ريبار اهو، يعني بولي لاين ريبار. هتقول لي مثلا ان الدايمتر بتاعك كام؟ الدايمتر هندسه بتاعك كان 8 مللي. جميل. هيقول لك سيلكت بولي لاين، هتضغط على البولي لاين ده هندسه، هتبص تلاقي الكان ايه اترسمت. طب هي مش متظبطه زي ما قلنا بقى، خلاص ايه تعدلها ببساطه من هنا، تروح جاي مخلي السكيل بس كام 21، هتبص تلاقي اترسمت اهي الكانه وكل حاجه عليها. طب نيجي بعد كده هنا بقى على اداه، على هنا الاي اس دي. الاي اس دي بيقول لك لا انا ممكن بقى ارسم لك كان ايه، كان اوتوماتيك، بس الاول لازم ترسمها كان الاول. يبقى يعني ايه؟ يعني تعالى كده هندسه ناخده الكانه دي 60 في 30، هروح جاي عامل دايمنشن، عامل ريكتانجل، والريكتانجل ده فيه دايمنشن، وتحط علامه هنا وتكتب كام. انا عندي الدايمنشن ده 60 في كام في 30 اهو رسمها لي. اجي اول حاجه ارسم عليها كان عاديه. تمام. كان عاديه ازاي؟ نمج اس دي او بالشكل ده كده ريفورسمنت. ادي الكانه هي هندسه كان قطرها 8 والكفر بتاعها 25 وتنصاي، ودي افرك كانه كل ده ايه ما عنديش مشكله فيه. رحت جاي راسم عليها هي هندسه كان ايه، كان عاديه ومش عايز اعمل لها مارك دلوقتي. طيب ابتدي اعمل بعد كده ايه؟ ارسم الاسياخ اللي موجوده هنا، دول 12 سيخ صح؟ يعني 6 في كل اتجاه. طب ارسم الاسياخ دي ازاي؟ انا عايز ارسم 6 اسياخ بالشكل ده من خلال البوينت. جميل. واروح جاي دايس نيكست. هيقول لي الراجل دلوقتي انت عندك القطر كام؟ ده القطر عندي 16 صح؟ جميل الكلام. طيب هو راح جاي مختار من هنا ايه؟ وول سيجمنت. جميل. واختار السيخ، هيفتح لي وادوس انت، هيفتح لي القايمه تاني. هيقول لي انت عايز عدد الاسياخ كام؟ ده هم 2. لا يا هندسه انا عايزهم كام؟ 6 اسياخ. واروح جاي دايس ايه؟ اوكي. هتبص تلاقي رسم لي ال6 اسياخ ومش عايز برضو المارك دلوقتي. طب انا عايز 6 اسياخ هنا و6 اسياخ هنا. هروح جاي بمنتهى البساطه راح جاي عامل لها امر ايه؟ امر ميرور. خد بالك الموضوع سهل وبسيط، انت مع الوقت هتبص تلاقي الدنيا بقت ايه؟ بقت سهله وبسيطه. وتدوس انتر هتبص تلاقي الكتب. طب خلاص كده شكرا. من الكنه دي مش عايز منها ايه؟ مش عايز منها حاجه. شايف الكنه دي كده انا مش عايز منها اي حاجه. عشان ابتدي ارسم بقى الكنه ايه؟ الكنه الاوتوماتيك. ابص على الكنه الاوتوماتيك، ده بص الكنه جايه من هنا لحد السيخ ده كده. جميل. خلاص ماشي زي الفل. طب ارسم الكنه الاوتوماتيك ازاي يا باشمهندس محمود؟ بص يا مدير خليك معايا كده واحده واحده عشان نفهمه ازاي ارسم الكنه الاوتوماتيك. يلا بينا. وتيجي بقى هندسه من هنا على الكنه برضو. جميل. قطر 8 والكفر بصفر، وادي عندي اي ار والزاويه على 135 6 سم و6 سم مفيش مشكله. واجي هنا اختار ايه؟ بارز. انا عايز ارسم الكنه ايه؟ بنفسي. وبص بقى تيجي هنا تضغط على السيخ اهو، همشي بالسيخ كده يا هندسه. انا برسم الكنه اهو واطلع اهو، انا بمشي على الاسياخ اللي انا برسم بيها الكنه الاوتوماتيك. واجي عند السيخ نفسه اهو، واروح جاي كده، واروح جاي كده هندسه. بص بقى الجمال، بص جمال برنامج الاي اس دي اهو. تيجي لحد هنا وتضغط انتر اهو. يا سلام رسم لك الكنه بمنتهى الجمال. ادي الكنه الاوتوماتيك اللي انا كنت لسه شايفها ايه في اللوحه اهي. جميل. واروح جاي على طول اعمل ايه؟ اعمل سيمبل اهو من هنا كده. تمام. هبص الاقي فراد الكانه بره وحط لي البيانات بمنتهى الجمال، ولكن الارقام مش باينه قوي. طب خلاص اعمل ايه؟ اجي اعدل فيها كده هندسه بسيطه جدا عشان اظبط الدنيا عندي. هلاقي عندي ان انا اخش على الديتيلز واخلي دي بدل 3 خليها 1 وربع اهو. ظبطت الكانه وكتب لي كل حاجه على الكانه. البار مارك ده برده ممكن ايه؟ يتعدل. يبقى انا كده فهمت الدنيا. طب سؤال، هل يا هندسه لو انا عندي الشكل ده كده بولي لاين ممكن احوله للاي اس دي؟ يعني كنت ممكن اخد الشكل ده واحوله للاي اس دي؟ عادي جدا. هقول لك برضو ازاي. ما انت لازم تكون فاهم كل حاجه. لو انت معرفتش تعمل الكانه اوتوماتيك بالشكل ده ترسمها بالبولي لاين تخلص نفسك وتشتغل. طب ارسمها، انا رسمتها بولي لاين واحولها ازاي للاي اس دي؟ تعالى يا هندسه، هتيجي من هنا عند ريفورسمنت.
جميل. وتختار الدايمتر، ده قطر 8، وهنا الكفر عندي بزيرو، ما عنديش اي كفرات، صح. واروح جاي هنا بقى، وتيجي هنا هندسه عند الزاويه دي برضو تخليها ايه؟ تخليها صفر، صح. انا مش عايز اف، انا كده كده عملت اف خلاص. وتيجي هنا تروح جاي عامل سيلكت. جميل. تضغط، مجرد ما تضغط على البولي لاين وتدوس انتر، هتبص تلاقي الراجل ايه؟ رسم لك اهو البولي لاين بتاعك او الكنه بتاعتك. تقدر انت تروح جاي واخد منها سيمبل كده بره وايه، وتروح جاي راقيها متفرده عندك ومكتوب عليها كل حاجه والدنيا مظبوطه. طيب كده احنا شرحنا الفرق بين استخدام الكاد والاوتو ريبار اي اس دي في استخدام الكانه فقط، لكن هل في حاجات تانية؟ في اختلافات كتير وفي حاجات تانية كتير، ولكن انا بقول لك خليك مرن في التعامل. عايز تشتغل بالاوتو ريبار اشتغل، عايز تشتغل بالاي اس دي اشتغل، كل حاجه سهله وكل حاجه بسيطه. اهم حاجه ان انت تشتغل وتأدي الشغل صح ويكون الاخراج مظبوط. تحياتي سيفل سينا، سلام عليكم.